نفسك تاكلي حاجه بقى كده بارده وحاجه كده ترطب على قلبك في الحر ده انتي والولاد، ولا تعمليها لضيوفك وما تاخدش منك وقت ولا مجهود؟ تعالى اقول لك بقى هنعمل النهارده وصفه بتجيبيها من بره بالشيء الفلاني، ومش اشطوطه يا جماعه، هي شبيهه ليها ولكن هنعملها باقل الامكانيات. حاجه جميله وخطيره وقد ايه هشه وبتدوب في البق دوب. طب تعالوا نشوف عملناها ازاي. بس قبل اي حاجه نسمي بالله ونصلي على رسول الله ويلا بينا في الوصفه. اول حاجه في البوله هنا حطينا بيضه بدرجه حراره المطبخ، نزلت عليها بكيس من الفانيليا ومعلقه كبيره من الخل وكوب من السكر. الكوبايه اللي هي حطيت بيها السكر هنعاير بيها بقيه المقادير. هنضرب بقى بالمضرب الكهربائي او تقدري تحطي الخليط ده في الخلاط وتضربيه. هنضرب كويس قوي بالمضرب الكهربائي السكر مع المكونات اللي حطيناها، وبعد كده هننزل بكوب من الحليب وربع كوب من الزيت. برضو هنضرب ده كويس قوي. وبعد ما ضربنا خلاص يا بنات المكونات السايله كويس، هننزل هنا بكوبايتين من الدقيق، بس قبل ما ننزل بيهم ننخلهم كده بالشكل ده. تمام. وهنزل عليهم بكيس من البيكنج باودر او معلقه كبيره ورشه صغيره من الملح. وبقى اضربي بقى كل المكونات دي بالمضرب بتاعك. مفيش مضرب كهربائي تقدري ان انت زي ما قلت تحطي المكونات السائله في الخلاط وبعد كده تبداي ان انت تنزلي عليهم بالمواد الجافه. تمام كده، او بالمضرب اليدوي برضو. هبدأ زي ما انت شايفة كده، خلصت كل الكمية بالمضرب الكهربائي وهلم بقى العجينة بتاعتي وهنزل كده بقى في صاج مقاس 30 مدهون طبعا دهنه بيه الزيت. وهتبداي بقى يا ست الكل تنزلي هنا بالخليط بتاعك زي ما انت شايفه كده، وبالسكينه بقى بحرف السكينه او بعصايه شيش طاووق تعملي الحركه دي بتساوي معانا الكيك في الصينيه، وتديها خبطتين كده وعلى الفرن في الرف الاوسط على درجه حراره 180 لمده تلت ساعه. اول ما تستوي معانا ونختبرها بالشكل ده نلاقيها استوت، هنشيل بقى الكيكه تبرد خالص على جنب. وتعالوا نعمل الطبقه الثانيه، عباره عن نص كوبايه من كريم الشانتيه، عليها معلقتين من السكر، وعليها كوبايه من الحليب. الحليب هنا لازم يكون معانا ساقع علشان يدي قوام للكريم شانتيه حلو جدا، خصوصا ان احنا الجو حر والكريمه بتفك مننا بسرعه. هتضربي بقى يا ست الكل كل ده لحد لما تكون عاوزين قوام الكريم شانتيه بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، متماسك جدا وتقيل. تمام كده تمام كده. هنلمه كده بقى وهنبدا بقى نجيب بقى الصينيه بتاعتنا بتاعت الكيكه. طبعا بردت خالص، لازم تكون بارده تماما علشان اول ما نحط الكريم شانتيه ما يسيحش على الكيكه. تمام. هتبداي بقى توزعي الكريمه بتاعتك بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده هتبداي بقى هنا تحطيها بعد ما خلاص كده وزعتيها هتاخديها بقى تحطيها في التلاجة لمدة 10 دقايق عشان برضو تفضل متشمعة معانا كده والكريمة ما تسحش. في المرحلة دي تعالي بقى نعمل ايه؟ نعمل الطبقة التالتة، وهي عبارة عن ايه بقى؟ دي التشريبة بتاعتنا. هنعمل ايه؟ عبارة عن نص كوباية من المية عليها كيس من جيلي المانجا دوبته كويس قوي، وبعد كده نزلت عليه بنص كوباية تاني من المية المتلجة. تمام كده. وبعد كده هبدأ هنا بقى اوسع كده شوية من الكيكه بتاعتي من الصينيه علشان انا عايزاها تشرب الصوص اللي نازل اللي هو بتاع الجيلي بالشكل ده. تقدري تحطي الخطوه دي في قبل ما تحطي الكريم شانتيه تسقي بيه الكيكه، ولكن انا حبيت كده علشان خاطر عايزه برضو الكريمه بتاعتي تكون واخده من ريحه وطعم الجيلي. هبدا بقى زي ما انتم شايفين اشرب كويس قوي الكيكه الجيلي بتاعنا، وعلى الوش هنا بقى هبدا احط قطع من المانجا. وعايزه اقول لكم يا جماعه بجد الصينيه دي رهيبه، اعمليها لضيوفك بقلب جامد، اصلا هم مش هيصدقوا ان انت اللي عاملاها في البيت كانها جايه من بره. عارفين انتوا الحاجه اللي بتبقى جايه جاهزه كده زي ما بقول لكم من بره تحفه، قد ايه هشه وجميله وشاربه بقى من الجيلي اللي هو احنا حطيناه جوسي خالص من جوه، بجد طعمها رهيب. والكريمه كمان من فوق واخده ريحه وطعم الجيلي، والمانجا بقى قطع المانجا ميكس كده يا بنات بجد تحفه. انا عايزاكم تجربوه. كل اللي احنا هنعمله كيكه عاديه خالص وبيضه واحده الصينيه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا بقول لكم قد ايه كمان سمكها حلو جدا ومرتفعه برضو، انا حابه ان انا اعملها في المقاس ده علشان عايزينها تكون بالجمال ده. بصوا يا بنات تحفه، ميكس الكيكه شارب من الجيلي بالمانجا وطعم الكريمه وكمان قطع المانجا، حاجه كده ولا افخم من المحلات. جربيها تعجبك، ما تنسيش لايك وشير للفيديو يا قمر.